اداره الزمالك صرفت مستحقات اللعيبه المتاخره، مستحقات الجهاز الفني، مستحقات المدير الفني. تمام كده مفيش حد كده ليه فلوس متاخره نهائيه. اللعيبه اللي كانت بتطالب مستحقاتها ومفيش تركيز في الملعب عشان الفلوس ومش عارفين نعمل ايه ومش عارفين نسوي ايه، خدت فلوسك. المدير الفني اللي كان بيقول لك انا ممكن ادفع من جيبي للعيبه، انت برضه خدت فلوسك. الجهاز الفني خد فلوسه. ماليش دعوه بترتيب الدوري، ماليش دعوه بمستوى الاهلي، ماليش دعوه باداء نتائج الاهلي، ما علاش شماعتي خالص على مستوى الاهلي ولا على اي فريق. ابص على جدول الدوري، ابص على انا ترتيبي المركز الكام، ابص انا ترتيبي المركز الكام دلوقتي، ابص على الاحسن. عندي بطوله السوبر المصري لازم هاخدها. انا مش هفضل مخبط طول الموسم كده. مشكله الارض بعيد عن اللعيبه، مشكله الاداره بعيد برضه عن اللعيبه. انا مش بطبل في حق الاداره، بس انت كلاعب اللي ليك فلوسك انت خدتها، انت كجهاز فني ليك فلوسك برضه انت خدتها. محدش ليه مستحقات عند النادي نهائيا دلوقتي. فبقى التركيز كده، الانتقاد اللي جاي بالفعل يبقى على اللعيبه يبقى على المدير الفني. الاول ما كنتش بتاخدوا فلوسكم، في حقكم ان انتوا ما حدش عارف يتكلم معاكم، وان النفسيه زفت، وان المستوى وان الدنيا بسبب المستحقات. حقكم خلاص، كل واحد يا باشا خد حقه. ادينا بقى حقنا احنا بقى في الملعب. انا ما ببصش على جدول، مش على فريق منافس، مش على الاهلي، مش على الكلام ده كله، مع احترامي لكل الانديه. انا دعوه بنفسي. فشلي انا اتحاسب عليه، ما علقش فشل على شماعه غيري. تمام كده، كل لاعب بالفعل خد فلوس. يبقى اذا بقى يا باشا عايزين بقى مستوى. الانتقاد اللي جاي هيبقى على الجمهور، هيبقى على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، وما فيهاش رحمه. ما فيهاش رحمه. المدير الرياضي، المدير الاداري يقعدوا كده مع اللعيبه وشوف يا باشا حل. الفلوس واتدفعت، مستحقات واتدفعت، يبقى عايزين بقى نتائج.